السلام عليكم، اهلا بيكم يا حبايبي. يا رب تكونوا بخير واحسن حال. وصفتنا النهارده وصفه مميزه جدا جدا. هنعمل اجنحه الفراخ الجميله وهنعمل لها صوص جميل جدا، طعمها في منتهى الجمال. هنعملها من غير سلق ولا اي حاجه، وهتطلع معانا مستويه او دايبه، وزي ما انتوا شايفين كده، وريحتها وطعمها في منتهى الجمال. وكمان الصوص اللي عليها ده خطير خطير، حلو قوي بجد. خليكم معايا للنهاية، وهقول لكم على كل التفاصيل اللي هتخليكم تعملوا احلى واجمل اجنحة فراخ، وبصوص خطير كمان. معايا كيلو من الاجنحة اهو، زي ما انتم شايفين كده. انا غسلته وصفيته، حطيته في مصفى كده يصفي كويس. وبعد كده هنبدأ نقطعه مع بعض. هنشيل القطع الرفيعة اللي ملهاش لازمة دي، هستغنى عنها خالص، لانها بتبقى زفرة كده وملهاش اي لازمة خالص في الاجنحة. وهبدأ اقسم الجناح، طبعا بيجي مع الدبوس بتاعه كده سليم. فهبدأ اطلع الجناح من الدبوس وافصلهم عن بعض بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هنقطع كل الكمية بتاعتنا حسب ما انت جايبة كمية قد ايه، سواء نص كيلو او كيلو زي كده، او ربع حتى، او اكتر من الكيلو. حسب الكمية اللي انت جايباها تبدأي تقطعيها بنفس الطريقة دي. هننزل بيها بكل الأجنحة بتاعتنا في طبق عميق بقى، عشان هنبدأ نتبلها مع بعض. هنحط معلقة من الملح، معلقة من الفلفل الأسمر، معلقة صغيرة، معلقة من السبع بهارات، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، معلقة شطة. كمان هنحط معلقة كبيرة من بهارات الفراخ لو مش متواجدة عندك، ونص معلقة من البابريكا. وكمان هنحط معلقة من الشطة صغيرة حسب الرغبة، بس هي بتدي طعم حلو قوي للوصفة بتاعتنا. انا هعملها يعني اجنحة حارة، فهحط شطة. فانت لو حابة تستغني عن الشطة تمام. هننزل عليهم ب3 معالق كبار من النشا، و3 معالق من الخل الابيض، و3 معالق من الزيت. النشا بتدي قرمشة حلوة للأجنحة بتاعتنا، وكمان بتخلي التتبيلة بتاعتها تتماسك في الأجنحة كويس. وطبعا بتسيب الأجنحة متبلة. بعد ما نتبلها كويس كده ونغلف كل الأجنحة بالتتبيلة بتاعتنا، بتسيبيها يعني حسب وقتك، أكبر قدر ممكن من الوقت. لو تعمليها قبلها بليلة يبقى حلو قوي. ما عندكيش وقت يبقى من ساعة لساعتين كده تسيبيها في التتبيلة، تشرب من التتبيلة الجميلة دي. وبعد كده هنحضر كوباية من الدقيق، وهنحط فيها نفس التتبيلة اللي حطيناها، بس نص معلقة كده من كل نوع. فلفل اسمر، بهارات برضو 7 بهارات، كمون، توم باودر، بصل باودر، ربع معلقة بس من البابريكا، ونص معلقة من بهارات الفراخ. ونتبل بيها الدقيق، ونغلف كل الأجنحة بتاعتنا من الدقيق ده وفي زيت سخن على النار. ونبدأ ننزل بالأجنحة بتاعتنا عشان نقليها. بعد ما بتحط الأجنحة في الزيت، طبعا يكون سخن، بنهدي النار حوالي 5 دقايق كده عشان الأجنحة تستوي. وبعد كده بنعليها من دقيقتين ل3 تاخد لون معانا. وبعد كده أول ما تاخد اللون بنقلبها على الناحية التانية، وبرضو بنسيبها 5 دقايق على نار هادية. وبعد كده بنعلي النار 3 دقايق كده تاخد اللون. كده الأجنحة تطلع معانا مستوية جدا في منتهى الجمال. يعني لما بتهدي النار شوية الأجنحة طبعا بتستوي معاكي. وبعد كده بتعليه شوية عشان تاخد لون، وتطلعي الأجنحة بتاعتك، وتبدأي تقلي كل الكمية اللي انت عاملاها بنفس الطريقة دي. وعلى العين التانية بقى هنبدأ نعمل الصوص بتاعنا عشان ما نضيعش الوقت. وهحط معلقة من الزبدة كده تسيح، وهنزل عليهم ب3 معالق من صلصة الطماطم. وهحط عليهم معلقة من صويا صوص لو موجودة، ومعلقة من صوص الباربيكيو. لو انتي مش موجودة عندك الصوصات دي عادي جدا، ممكن تحطي بدلهم 3 معالق من الكاتشب، سواء حار او بارد حسب ما انتي عايزة. وهنزل عليهم برضو بنص معلقة من البهارات اللي احنا كنا حاطينها على الأجنحة. توم باودر، بصل باودر. هنحط نص معلقة برضو بابريكا، نص معلقة بهارات فراخ. وهنحط معلقة شطة. انا هحط معلقة من الشطة عشان انا عايزاها طبعا الأجنحة تبقى حارة معايا، فهحط مع الصوص ده معلقة من الشطة البودرة. بعد كده هقلب كل ده مع بعضه كده. وهنحط برضو ربع معلقة من السكر. وادي الأجنحة بتاعتي بعد ما اتقلت جميلة جدا، وريحتها في منتهى الجمال. لو حابة تستغني عن الصوص خالص وتاكلوا الأجنحة مقلية كده، برضو هي مقرمشة وفي منتهى الجمال. لكن انا حباها بالصوص، هتعمليها زي الصوص كده، هتعمليها بنفس الطريقة.
هنزل بقى بالاجنحة بتاعتي في قلب الصوص كده، طبعا بعد ما شلناه من على النار وهو لسه سخن كده، وهنقلب كل الاجنحة فيه. هتغلفيها كويس جدا من الصوص ده، ولازم الصوص يبقى سخن برضو، الاجنحة طبعا لسه سخنة علشان تشرب منها كده وتبقى زي ما انت شايفة، يعني شكلها بيتكلم عن نفسه ما شاء الله. غير شكلها الجميل ده كمان ريحتها وطعمها يعني روعة، خطيرة وخطيرة بجد، في منتهى الجمال. حاجة كده يعني حلوة قوي قوي، الكل هيحبها، وهتغنيكي عن انك انت تشتريها من بره يعني باسعار خيالية في المطاعم، وبتبقى يعني عمرها ما هتبقى في الجودة ولا في الطعم الجميل ده. وشايفين السوا كمان مستوية جدا ودايبة كده، بس هي طبعا سخنة قوي، فانا هجيب شوكة بقى اوريها لكم. يعني ما شاء الله السوا ممتاز، مستوية جدا زي ما انتوا شايفين كده، ودايبة كده، العظمة بتطلع منها بمنتهى السهولة اهي. بسم الله ما شاء الله، اعمليها بقى ان شاء الله هتعجبك وهتعجب كل الأسرة. لو انت حابة تستغني عن الصوص ده وتاكلوها مقلية بس برضو هتبقى جميلة جدا، بس الصوص ده خطير، بيديها طعم حلو قوي قوي. يعني انا مش قادرة اقولك ولا قادرة اوصفلك، هي بتتكلم عن نفسها. يا ريت تجربوها وان شاء الله هتعجبكم، وتعملوا شير للفيديو عشان الوصفة توصل لكل حبايبكم، والكل يجربها، وبألف هنا وشفا مقدما للجميع. ولو انت اول مرة تشوفيني، اتمنى منك انك تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، وما ننساش اللايك. واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.